على الرغم من فوز فريق الجيش الملكي بالنتيجة خلال مواجهته لشباب أطلس خنيفرة، إلا أن الطرفين معا اختصما الأداء بينهما، إذ ظهر الشباب بمستوى جيد خلال الشوط الأول قبل أن يكشر الجيش عن أنيابه في الجولة الثانية. المباراة التي دارت تحت قيادة ثلاثي التحكيم كريم صبري ومحمد صوفي وحسن أفقيرة سجلت نيل فريق شباب أطلس خنيفرة حصة الأسد من المحاولات الهجومية خلال النصف الأول من المواجهة، مقابل فرص محتشمة لفريق الجيش الملكي الذي عجز عن هز شباك الضيف ليستسلم الطرفان معا لنتيجة التعادل من دون أهداف. 10 دقائق على بداية الجولة الثانية كانت كافية ليكشف فريق الجيش الملكي عن إمكانياته التهديفية بتسجيل هدف أول كان من وراء اللاعب المهدي النغمية، قبل أن يضاعف اللاعب مصطفى اليوسفي الغلة للفريق المضيف من خلال هدف ثاني سجل في الدقيقة 63 بضربة رأسية لم تترك فرصة لحارس شباب أطلس خنيفرة. وفي الدقيقة 65 أعاد الحكم الأمل لفريق شباب أطلس خنيفرة بعدما منحه ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ديوف. أما مسك ختام النتيجة فكان بهدف ثالث لصالح الجيش الملكي سجله اللاعب إدريس العناية ضد مرماه. شباب أطلس خنيفرة استخلص من المباراة أن من يضيع كثيرا يحصد الهزيمة. نتيجة سلبية في المحصلة، لأنه الوضعية متاعنا وضعية معناتها حرجة. يمكن ضيعنا الشوط الأول كامل لأنه كنا أفضل من فريق الخصم، واللي ما يمركيش يتسجل عليه، هذا قانون الكرة. مالوريزمون دوزيام ميتون كنا خارج الموضوع. نقول الفو ترافاي، مازال عندنا العديد من النقائص نخدموا عليها، وان شاء الله اللي جاي ما احسن ان شاء الله. سيتي ان ماتش ديفيسيل باسكو فيو لو كلاسمون ديال ليكيب ديال خنيفره، ولكن الحمد لله هذيك لا كونسونطراسيون اللي درنا في مراكش نوزا بيرمي باش داكيغيغ لي زوتوماتيزم ديالنا اي اون ترافايي لو فولي تكنيكو تاكتيك، ولكن سيتي ان ماتش ديفيسيل. ليكيب دو خنيفره سي اون بون ايكيب، والحمد لله لي 3 بوان فون نو فير دو بيان باسكو غادي نكملينا نواصلوا الشطر الثاني من البطوله باريحيه. 3 أهداف مقابل هدف واحد، نتيجة رفعت من رصيد الجيش وأكدت لشباب أطلس خنيفرة أن عليه الاشتغال أكثر. وعن